صندريلة البلاد كما سموها جيشها الكنزاوي كنزة مرسلي. مرحبا بك كنزة، نورتينا. الله يسلمك. مرحبا بك. الله يسلمك. وخموس عليك. صندريلة عليكم انتوما اليوم. منورة بك. الله يسلمك. كنزة طال غيابك علينا، توحشناك. يتوحشكم الخير. نورتينا. الله يسلمك. الله يسلمك. انا راني هنا اللي يسحقني يلقاني. كنزة، مسيرتك الفنية باينة واضحة، مختصر الكلام من ألحان وشباب لستار أكاديمي لبنان، والمشوار مازال طويل إن شاء الله رايحين نحكيو عليه، لكن قبل ما نطرقوا نرجعوا شوية للقديم ونشوفوا سويا مشوار كنزة. وهرا والجزائر، ولمينا البلاد ولمينا صورتك او بشكل خاص نظرة الجمهور ومشوارك الفني القصير اللي مريتي به هذه الفترة، مرحلة النجومية اللي ان شاء الله تستمر على الدوام ان شاء الله. النجومية كنزة غيراتك؟ هي اكيد تغير لك حياتك، تغير لك نظرتك للاشياء، نظرتك للحياه، نظرتك لمشوارك، نظرتك لفنك، كل حاجه في حياتك تتغير النظره. لكن كنزة كشخص كانسان عمرها ما تغيرت، وجاب لي ربي هذا الشيء مش برك انا نشهد فيها على روحي. المفروض الناس اللي تعرفني صح تعرف كنزة، مش الناس اللي ما تعرفهاش وتعرفي ما يعرفوكش يبداو يهضروا هذيك احسب روحها كذا وكذا. نورمال يعني من المفروض يشهدوا بهذا الشيء، لانه هذا واقع، وهذا يعني راي الاغلبيه اللي كما يقولوا بصدق تشوف الامور بكل ضمير، تعرف باللي كنزة ما تغيرتش. هي الواحد يعني نفس اول يوم ليها شافوها في الاكاديمي هي نفسها اللي راهي قاعده معكم درك. وان شاء الله تبقاي على الدوام في هذا الحال ان شاء الله. على سيره النجوميه كنزة، يقال في الفيسبوك والمواقع الاجتماعيه فيسبوك وتويتر انه بعد ستار اكاديمي 11 نجوميه كنزة ستنعدم بعد ما تظهر نجمه جزائريه اخرى في ستار اكاديمي 11. والله شوفي بصراحه يعني ما نقدر نقول لك والو على هذا الموضوع، يعني الايام ستثبت ذلك. لكن الشيء الوحيد اللي نقدر نقوله انه مستحيل، يعني احنا عمرنا ما شفنا واحد خلف واحد، حتى اذا كان هذاك الفنان او اي كان شخص مثلا غادر الحياه ومات. مثلا نعطيك مثال، دوك اي فنان دوكا مات، هل جاء واحد اخر بعده كما نقولوا احنا خلفه؟ مستحيل. انا مانيش نقارن نفسي بالفنانين الكبار طبعا، هذا الشيء باين وواضح، لكن انا نقول لك بنوضح لك انه ما كاش واحد يخلف واحد، او واحد يدي نجوميه واحد. كل واحد ورزقه، كل واحد ربي كي خلقه كي ولات ما عطالو رزقه، وهذاك هو رزقه يدي في الحياه، ما يدي كثر ما يدي قل. انا الحمد لله الشيء اللي صرا معايا انا وحب الناس اللي الحمد لله مغرقني كل يوم. وبالعكس انا كنت حاسبه انه الواحد لما يطلع من برنامج بمجرد انه ينتهي البرنامج تنطفي نجوميته، صح بعدها بشهر بشهرين يبقى شويه الحماس، لكن الحمد لله هذا الشيء اللي يعني ربي ثبته لي انه الحب عمره ما كان مثلا انه الواحد لازم يشوف كل يوم ولازم، صح هذا الشيء يغذي النجوميه، انه الواحد لازم دائما يبقى متواجد، لازم دائما يكون عنده اعمال، وهذا الشيء راني نسعى عليه وراني ندير قصارى جهدي باش نوصل ليه. وكما يقول لك احنا عندنا مثال يقول لك ما يحسب الجمره غير اللي عافس عليها ولا غير اللي كواتو. ما كاش واحد يقدر يحط روحه في مكانك ويحس واش راك تحسي، ولا يشوف كيف يقولوا يشوف الزاويه ولا يشوف مشوارك وانت افكارك كيفاش حابه تسيري مشوارك كيما انت. بزاف ناس اسمحوا لي باقي نطرق لهذه النقطه، بزاف ناس كما قلتوا في مواقع التواصل الاجتماعي دائما كاين كثير اللي متفاهمين ويعرفوا عندهم ثقافه شويه في هذا المجال، لانه نقول لهم انه المجال هذا صعب جدا، اصعب مما تتخيلوا. انه الواحد بمجرد انه خصوصا انه احنا اللي نكونوا في برنامج مواهب، خصوصا مثل ستار اكاديمي، برنامج مشهور ويعطيك شهره ويعطيك انتشار في وقت قصير،
ومن بعد يخلص البرنامج تلقاي روحك في وسط غابة، ما على بالكش وش ديري، ناقصة خبرة. لحد الان ما نقدرش نقول لك لقيت روحي، مازال ما لقيتش روحي، لانه الموضوع صعب ويحب له تعود ويحب له بزاف حوايج، خبره، استمراريه، خبره، احتكاك، علاقات، بزاف حوايج، تجربه. لا ابدا، مهما يكون مستقبل حلو ولا مر ابدا مش متخوفه منه، ما دامني حاطه دارسه خطواتي وماشي رايحه للحياه برك كما يقولوا الزم وخلاص، الزم وخلاص. لا انا حبيت نقول لهم برك انه هذا المجال ماشي سهل، لازم له راس مال، لازم له انتاج، لازم له تسيير، لازم له اداره اعمال، لازم له بزاف حوايج اللي الواحد جديد وما عندوش خبره مستحيل يقدر يسيرها وحده. لازم له ايضا على حسب ظني كاعلاميه رؤيه فنيه واعلاميه. اكيد انا اقول لك اداره اعمال وتسيير. باعتبارك انت كنتي في لبنان، شرفتينا في لبنان كما شرفتنا من قبل امل بوشوشه، ريم غزالي، سلمى غزالي، اسماء شابه ثبتت نفسها من خلال ستار اكاديمي لبنان. صحيح. كنتي واحده منهم. اخر العنقود انت كنزه مرسلي، وان شاء الله اللي بعدك تاني كيكون خير ان شاء الله يا ربي. حكيتي باللهجه اللبنانيه، كيفك وشلونك؟ وين في الاكاديمي؟ في الاكاديمي. لا وبشكل كبير مزيج، تعملي مزيج. لا كنت نخلط، نقول لك على لانه انا في الاول جربت استعرض عضلاتي وهدف معهم جزائري، غير يقول لي وين رايحه بها؟ وين رايحه بها الصبري؟ كاين اللي مخه خفيف وكاين اللي ما يقدرش. كيما نعطيك مثال برك، اخوتنا المصريين عندهم مشكل في فهم اللهجات الاخرى، خصوصا لهجه المغرب العربي تجيهم بزاف صعيبه، خصوصا هما شويه يعني تحسيهم متمسكين بزاف بلهجتهم، واي لهجه غريبه عليهم يعني مستحيل يفهموها. قليل قليله اللي يقدروا يعني اللي يسافروا، اللي يحوسوا، اللي يشوفوا، يعني يطلعوا على الثقافه الاخرى. فهنا وجدت روحي شويه في حرج، تحسي روحك كانه انا كنت نحكي كيما انتيا هكا، كنت نقول علاش هذه زعما كي نتفرج في التلفزيون، علاش تهضر هكا، علاش تخلط، علاش تضرب لبناني، علاش تضرب المصري، علاش تضرب جزائري، وانا كي نروح نهضر غير جزائري ولازم يتعلموا ولازم يفهموا. بصح كي رحت حسيت باللي انا ما حاش نجوز حياتي كامل معاهم. نقول له اعطيني الفرشيطه، يقول لي لازم اعطيني الفرشيطه، يقولوا اديني الشوكه، لازم تترجمي له، ما تقدريش يوم عن يوم تحسي روحك خلاص ولفتي تولي تخلطي لهجه، شويه مغربي، شويه لبناني، شويه مصري، وعلاش لا مغربي، يقول لك مغربي، تبدي تخلطي واحيانا تلقاي روحك كانوا يجبروكم. هذا هو المشكل. اسكو كان اجباري ولا لا ابدا؟ لا اللهجه، لا اللهجه احكي كيما تحبي انتي، بصح الا حبيتي تحكي مع روحك في الحيط واحد ما يفهمك هذيك. خديتي اللهجه اللبنانيه والمصريه كما سبق ذكرتي، اسكو اللهجه الجزائريه خليتيها في ستار اكاديمي؟ اسكو قسيتي تعلميهم كلمات؟ طبعا عندي فيديوهات ممكن تكونوا شفتوها، كان فيها كما يقولوا جلسات تعليم اللهجه الجزائريه. كاين على حسب الشخص، كاين اشخاص اللي تلقاهم هو حاب يتعلم، يقول لك يقولي هضري معايا بالجزائري، يعطيني هكا كيفاش تقولوا هذيك، ثم تندمجي معاه. هذاك اللي ما عندوش الرغبه انه يتعلم تلقاي روحك لازم تخلطي له شويه لهجته. ولا انا اغلب الاحيان كنت نهضر لهجه بيضاء، يعني لا هي ما تحسيها لا لبنانيه لا مصريه لا جزائريه لا كيما نهضر درك، يعني تقريبا شويه مبيضه اكثر، خليط لغه عربيه ومصطلحات جزائريه مفهومه. فهمتي؟ هذا من حيث اللهجات. جبناك اليوم في ديكور يشبه التيمقاد وجميله ومهرجاناتنا الجزائريه، آثار رومانية كما قلتي، شبيه بعض الشيء هكا وسط الجمهور تاني كيحبك ويبغيك. باش نذكروك شويه بالمهرجانات الجزائريه، هذا العام ما شفناك في حتى مهرجان جزائري، لا تيمقاد لا جميله ولا الكازيف ولا قسنطينه، باعتبار انها كانت عاصمه الثقافه العربيه. سبب الغياب رفضك للحضور وملاقاة الجمهور، يعني معقول واحد يرفض انه يلاقي الجمهور، وخصوصا انه واحد طالع جديد، وهذا هي الشيء اللي يحوس عليه، هذا الشيء اللي يثبت به نفسه انه والله انا درت حاجه، طلعت من برنامج، جيت لبلادي يستضيفوني ولا يتصلوا بيا باش نغني. طبعا هذا الشيء مفروغ منه، انه مستحيل نرفض ابدا، يعني هذا كما نقولوا المهبول وما يديرهاش، واحد مجنون ما يديرهاش. لكن اللي صار انه انا كان عندي كما يقولوا رجاء انه
مباشرة يعني ابتداء. بعد انتهاء البرنامج لما جيت قلت أكيد إن شاء الله في الصيف لما يكون في مهرجانات على الأقل نشارك في ولو مهرجان واحد أو حفلة واحدة لكن اللي صار إنه ما تلقيت أي اتصال، أي عرض ولا أي شيء من أي نوع. يعني هذا الشيء اللي صدمني بصراحة. ما يعرفوكش ولا ما سمعوش بيك ولا الفترة كانت وجيزة مقارنة والله الله أعلم. يعني من ناحية ما سمعوش بيا أشك في ذلك، لكن ما عرفونيش. ممكن المسؤولين الكبار ما يعرفونيش لأنه تعرفيهم يعني مش كتير السوشيال ميديا وبرامج. تقدري تقولي اغلبيتهم كبار في السن وماشي برك على كبار في السن. يعني هذه الكلمه مش من عندي، هذه كنا سمعناها في احد برامج لبنانيه. رح نطرقوا لهذا الموضوع لاحقا باش نفسروا للمشاهد الكريم نظرتك كنزة مرسلي ونظره الجمهور والمسؤولين والفن الجزائري. لكن قبل هذا نخلوك ترتاحي شويه ونشوفوا مع مخرجنا اذا نروحوا زين الريام مع نسرين صماي ومع ضيفنا ومول الدار كريم كديد. منال جانا كريم كديد باللباس التقليدي اللي راهم مزيننا ومزين قاعدتنا قاعدة الريم من دار كديد اوت كوتشور. نبداو مع اول عارض ازياء معنا عبد النور. نفضل انه لباس ومنال يعلق عليه مصمم الازياء كريم. راح يكون حاضر معنا بعض حين. وش رايك كنزة في لباس تقليدي الجزائري المحض؟ الله يبارك. سروال لوبيا. ايه للاسف انه احنا البنات ما زلنا محافظين على التقاليد، لكن الشباب شويه مقصرين في هذا الشيء. كنت تسقسيهم تقولي لهم اسكو تقدر تلبس جون تراديسيونال الجيريان في عرسك يلبسها يسمى في عرسه ممكن يسمى كاين الحنين في عرس صاحبه باش كاين الحنين لباس تقليدي الجزائري رجالي. صحيح. نروحوا ايضا ثاني عارضه معنا ليندا. الله ليندا جاتنا بالبرنوس ومع كريم كديد من دار الازياء كديد ومع عارضه الازياء ليندا. يتفضلوا نشوفوا الزي معاها. تفضل كريم. مرحبا بك. عليكم السلام. السلام. مرحبا بك كريم. زينتنا بلباسك التقليدي يعطيك الصحة. زدت فينا النص. بارك الله فيك. كالعادة. بعد ما رحبنا بك مول الدار كريم كديد نرجعوا للتصميم اللي لبسته عارضة الازياء اللي معنا ليندا وتتفضل احكي لنا عليه بالتفصيل. الله يبارك كريم. احنا دار بيت الازياء تاعنا يعني معروفين بالمحافظه على التراث على كل حال. وفي لو كوتور مي احنا نحافظوا بزاف على التراث. يعني كل ما عندنا يعني لقاء مع الجمهور مع التلفزيون اون بريفير يعني ندوزوا حاجات تاع بلادنا تراثنا. يعني برنوس برنوس انتيساج فيه حاجه احجار نصف كريمه وكومون نشوفوا ثاني كاين فيست الانتيريور الجيرواز. Ah oui, un caraco avec une petite touche moderne, avec un bas en tulle très moderne, voilà. الله يبارك. Voilà, c'est du traditionnel revisité, comme on dit. Exactement, Voilà. un mélange entre le Oui, toujours, traditionnel parce que, ou voilà. le moderne. Voilà, alhamdoulilah. وحنا احكي شويه علينا. Bon, t'as que la collection 2015, يعني en noir et blanc. ما تقوليش برك نوضي راك تعرف. Allah يبارك. Non, vous portez bien quand même la tenue, ça fait plaisir. Nesrine, elle porte des couleurs très douces. Très douces. Un écru avec une broderie florale dans les tons pastels. Et beaucoup de cristaux et tu cher, voilà. يعطيك الصحة. كوليكسيون ما شاء الله كريم. كنا شفنا اللباس التقليدي تاع عبد النور لكن فضلت انه انت تحكي عليه. بون لباس تاع عبد النور لباس رجالي تقليدي فيه لمسة تاع تطريز يعني قديمة. فيه لي فورم تاعو فيه بوكو دو سيمبوليك. c'est-à-dire les formes de la broderie مدروسين يعني c'est des formes تاع التراث ماشي c'est pas de la mode qui est inventée comme ça. انا من الناس اللي بحثوا بزاف يعني في لي بيبليوتيك تاع المتاحف يعني ترجع للتاريخ تدرس التاريخ باش تقدر تصمم زي خاص رجالي ولا نسائي على حسب الفنان. يعني المصمم دائما عنده نقطة انطلاق يعني on a toujours un point d'inspiration quelque part.
ما يقدرش محال يقول لك فنان يقول لك انا بدحت حاجه ما يقدرش يبدحها من راسه هكا محال. Il y a toujours un point de départ quelque part. Il y a de l'inspiration, on s'inspire toujours de quelqu'un يعني إنسان يكون عندنا يعني كبير في الصورة تاعنا نحبه يعني واش يدير. On a une idée comme ça, après on développe يعني والفنان هو يدي الفكرة يعني بسيطة بعد يطورها على حسب أفكاره الخاصة وثقافته يعني الثقافة تاعو. هذه هي الميزه اللي تميز بها كريم كديد، يعطيك الصحه من اوت كولتور. كريم واش تقدر تحكي لنا؟ كنا حكينا في الكواليس على لا كوليكسيون جديده ان شاء الله اللي حنشوفوها دائما على الريان. بون حنا الحمد لله يعني كومون دي اون ترافاي اون ساميوز اون ميم طون يعني اون دو لا شانس عندنا مهنه ماشي كيما تاع الناس. حنا ماناش ناس عاديين يعني كل يوم يعني نشتغلوا في الابداع ونشتغلوا في ونبحثوا بزاف يعني اشياء جميله يعني كل يوم عندنا حاجه جديده كل يوم يعني اون سونوي با حاجه اللي مليحه. و 2016 ان شاء الله فيه اشياء كثير في ابداع كبير يعني راقيه ماشي خاص نخلي مفاجاه للجمهور نتعرفوا عليه سويا. انا مش حنقول لك انا عارفك. نحبوها سي ان بيبي كان تران دو غروندير ان شاء الله. باغ كونتر كنا حابين تلبس كنزه مي جاتنا وجده اليوم. المره الجايه ان شاء الله كنزه يعني في الحق عندها زي كثير اوروبي سي ان ستيل ان بو الي اوروبيانيزي كومون دي مي تقدر تكون ثاني لمسه جزائريه يعني. اكيد انا نحب نلبس يعني التقليدي طبعا لكن نحب نلبسه اكثر برا. فاهم؟ أوكي. يعني بلادنا نعرفوا ازيائنا التقليديه مش محتاجه نبينها للولاد ولادي لكن برا نفضل نلبسها برا احسن. لكن كي تلبسيها في بلادك تزيدي فيها النص ويزيدوا يحبوها. الله يخليك. جيش الكنزاوي كنزه كنتي لبستي الزي تقليدي 100% حمر يهبل في ببيروت. ليالي بيروت ليالي العيد ببيروت. رايحين نحكي باعتبار انه رانا في متحف فني وفي حضورك كريم وباعتبار انك معنا اليوم نقعدوا في ريحه البلاد رويحه البلاد ونسمعوا منك يا القبيليه السندو. يلا. السندو كثا ورش ثبوذي كنت مني اندوغ غيغي كثا ورش ثبوذي كنت مني رحت. يعطيك الصحة. من السندو نروحوا لجمهورك الجمهور الكنزاوي والجيش الكنزاوي اللي يحبك ويموت عليك. خرجنا للشارع الجزائري وبالضبط رحنا للكازيك وين تعرفنا عليه عن قرب. نروحوا سويا تتعرفي عليه انت وتشوفي رأيهم فيك. تعرفوا عليهم سويا مشاهدينا ونرجع لكم. الو وقتاش نفرحوا بك انت ومينا؟ هذه نكتة الموسم صح؟ نكتة الجمهور تاعك. نكتة الموسم كما قالت بك ما تعرضيناش. لا نعرضكم ما تخافوش لكن لما يكون شيء واقعي مش وهمي ومش
طبعا هذا انا شوفي انا نحترم كامل اراء الناس مهما كانوا يعني صغار كبار. طبعا هذو تلقاهم فئه صغيره من الناس المراهقه، من الناس اللي يتفرجوا الافلام والمسلسلات التركيه والمكسيكيه. طبعا ممكن شوفي دوك نقول لك سلبيات تاع بعض البرامج الواقع مثل برنامج ستار اكاديمي اكيد انه فيه حياه يوميه، وهذيك الحياه اليوميه تخلي الناس من برا تشوفها كل واحد يشوفها بطريقته. في اللي ممكن يشوفك مع شخص متفاهمه في علاقه وديه بيناتكم، في علاقه صداقه، لكن كل واحد علاقتكم كيفاش من فترة من يبنيها. الفترات تجاوزت الصداقة. لا علاش دا ابدا حنايا عمرها ما تجاوزت. اعطيني جيبي لي فيديو تجاوزت كان فيه. لازم نجيب لك. عمرها ما تجاوزت، وراني هنا. والناس اللي يتابعوا ستار اكاديمي يعني دقيقه بدقيقه وحرف بحرف كلهم عارفين انه كلهم يعني شايفين العلاقه كيف كانت، غير الناس اللي تحب تتخيل وعندها خيالها واسع وتحب تبني علاقات وتبني يعني تحب تحكي من هذا وتحكي من هذا وتقول لهم انتم لازم تكونوا كيف كيف، ولا لازم انتم لازم تتزوجوا. لا ابدا. وهذا الشيء مش ما حصلش معايا انا فقط، حصل قبلي مع حتى الفنانات الجزائريات اللي شاركوا في البرنامج، وحصل مع اغلبيه الناس اللي يدخلوا هذا البرنامج. تصير هذه الاشياء وهذه الاشاعات وهذا الكلام. وحتى كان ندخل يوتيوب نلقى فيديوهات وحب وغرام. في الاول كنت ندهش، من بعد وليت والفت نضحك وخلاص. كانوا يقولوا انه او قيل انه بعض البرامج وبالاخص برنامج ستار اكاديمي باعتبار انك شاركتي فيه وانه الكثره والكلام يكثر على هذا البرنامج، انه في برنامج ستار اكاديمي يجبروكم انكم تكونوا على علاقه مع الطلاب اللي معكم. ما كاش منها. لا ابدا. تعرفوني انا صريحه وما نخبيش الحقائق. هذا الشيء ما كاش منه. يكون كاين نقول لك كاين ابدا. هما يدخلونا يعطيونا حدودنا، يعطيونا قوانين، هم القوانين تاع الاكاديمي، لكن عمرهم ما يقول لك دير هكذا ولا هدر مع هذا ولا عادي هذا ولا ابني علاقه حب مع هذا ولا مثل معها. عمرهم لكن لازم ما سبقوا وعطاونا كما يقولوا تعليمات من هذا النوع ابدا. يخلونا نعيشوا حياتنا على طبيعتنا. ولا كل شيء اللي شفته في ستار اكاديمي في الاكاديمي الداخل كله، نهضر على نفسي انا، كله كان عفوي وما كاش اي في يعني اي سبق تخطيط او ابدا ما كاش. ان شاء الله نفرحوا بك في الحالتين. ان شاء الله تفرحوا بيا، لكن مش شرط زواج يعني، ومش شرط الشخص اللي ذكروه يعني. شنو هي تتزوجي؟ لا خلاص نساو لنا مينا. لا من غير شوفي مينا كان صديقي وكان شخص زميل في الاكاديمي. انتهت الاكاديمي، كل واحد راح لبلاده وكل واحد عايش حياته في علاقه وديه لكن اكثر من كذا ما فيش. من كذا خلاص مثلا اكثر من هكذا ما فيش. الله غالب لهجتهم خلطين في راسي العماقه داخلين. اكثر من هكذا ما كاش. من غير مينا فكرة الزواج في حد ذاتها خارج عن والله شوفي الزواج عمره ما كان مخطط، عمره ما كان تخطيط. عمرك ما تقولي انا هذا العام ندير هكذا والعام الجاي نتزوج واللي موراه نطلق او اللي موراه راجل يموت. يكون الشخص المناسب. انه هذا الشيء ما تقدريش تحكمي فيه. هذا كما يقولوا زواج مكتوب، كما يقولوا مثلا اسمه ونصيب. بزواج مكتوب ما تقدريش تقولي تحتلوي الخير. اكيد انه شكون اللي ما الزواج في يحبش حد ذاتها كاينه. شكون اللي ما يحبش يبني عائله ويكمل نص دينه كما الاغلبيه يقولوا كانهم النص الثاني دايرينه. المهم فتحت ورك قوس. لكن ما عنديش اي فكره نقول لك حبه ولا مش حبه. لكن انا بالنسبه لي دوك نعطيكم انا نظرتي للزواج كيفاه. انا بالنسبه لي الزواج وسيله وليس غايه. فهمتي؟ يعني في ناس كتير معتبرين زواج غايه في حد ذاته، انه انا حابه نتزوج، لكن لا، انا بالنسبه لي الزواج وسيله. انه لما تلقاي الشخص اللي مناسب او الشخص اللي حابه تكملي مع حياتك، هذاك هو اللي يتم الزواج. ان شاء الله يا ربي نفرحوا بك قريبا على الشلاله. خليك دوكا في مسيرتك الفنيه وبعدها الزواج سهل. كل حاجه في وقتها. كل حاجه في وقتها حلوه. نرجع لمصمم الازياء اللي معنا واللي ان شاء الله راح يكون حاضر معنا طيله هذا الموسم ان شاء الله. مع نسرين تان نظن انه وصلنا لختام قعدتنا معك. كلمه هكا لجمهورك ومحبيك باعتبار انك راح تكون معنا طيله هذا الموسم. نشكركم على كل حال واش راك جايب لنا من غير الشكر؟ قال لك نخليها انا قليل، انا خجول يعني في الاصل وقليل الكلام. انا نتكلم يعني باعمالي وتصميماتي على كل حال. ان شاء الله انه بعدكم حيكون في اشياء كثير مليحه وتشرف البلاد
فوالا كلامك متجسد في لباسك، الله يبارك عليك كريم، يعطيك بارك الله الصحة فيك. كريم، شكرا ربي يخليك. يعني نتشرف انك انت ربي يخليك. حتى انتم راكم لابسينه يعني بطريقه راقيه. فوالا تعيش. يعطيك الصحة يعطيك كريم. الصحة كريم، شرفتنا بحضورك، وإن بارك شاء الله الله فيك. نلقاوك في أعداد أخرى. أكيد راح نلقاوك في أعداد ان شاء الله أخرى. كل الشرف لي ان شاء الله. يعيشك. كنزة يقولوا العتاب على قدر المحبة. كاين أقلية من جمهورك، مش راح نقولوا إنه جمهورك كامل، عاتبك بعد سفرتك للبنان، آخر سفرة ليك في العيد الصغير بليالي بيروت مع الإعلامي سفيرنا الإعلامي الجزائري بلال العربي. كانت حاضرة معك في الحق نجمتنا سلطانة الطرب في اللعبابسة، وأيضا نجمتنا ندى الريحان. احكي لنا بشكل عام على حضورك، ما كنتيش مرتاحة نظن. والله شوفي، هذا الموضوع بالذات حكيت عليه وفسرت فيه، ومش حابه نخوض فيه اكثر لانه كل شيء كان يعني ما فيش بزاف تفاصيل وفي بزاف حكايات اللي نزيد نحكيهم. الحكايات نظن انهم تعرفوا عليها الناس. خلاص ناس سمعت اللقاء واللي نضت عليه بعض لقائك كان بنفس الفتره، لقائك باحد راديو، نظن راديو بيروت. بعده ايه طبعا بعده كان خلال الفتره اللي كنت فيها ببيروت بصوت الغرب. بخصوص هالشيء ايه مع رودولف راجع. في هذيك الفترة في البرنامج كنت حكيتي على الإعلام، كنت حكيتي على الفن في الجزائر، على نظرتك للفن، وعلى بالأخص على لقائك في برنامج بلال العربي. احكي لنا شوية عليه. نحكي على لقائي في الراديو ولا على رأي الجمهور بعد اللقاء؟ بعد اللقاء والله رأي الجمهور كان كل من يعني في تباين من معارض ومن مؤيد. أنا يعني مش مستنية من واحد يأيدني ولا يعارضني. أنا الشيء اللي قلته ولست نادمة عليه. كنت في الاول حكيتي على البرنامج، بديتي على برنامج. انا حكيت عن البرنامج لانهم هم خاضوا لي في يعني هم سالوني. انا اكيد ما راح في واحد ما يسالني، مستحيل نخوض في موضوع، اي موضوع كان. سالوني وحضرت الحقيقه والواقع، ما حرفت، ما زدت، ما نقصت. بصراحه وبكل وضوح وبكل واقع. يعني ما درت روبورتاج، نقلت كما نقولوا بلغه الاعلام روبورتاج، نقلي الواقع، نقلت المسرح اللي كان في البرنامج وحكيته. بصراحه كنتي منزعجه من ندى الريحان؟ لا ابدا، علاش نزعج منها؟ انا شوفي، انا لم اكن منزعجه من اي شخص، لكن انا لما نحس انه شخص نقلل من قيمتك او يعني بالمصطلح، يعني عفوا عن المصطلح، محتقرك، هذا الشيء اللي ما نحبوش. شكون اللي احتقرك؟ وفاش تجسد هذا الاحتقار؟ واحد ما احتقرني، لكن انه تحسي انه كانه شخص يستهزئ بيك، انه كانه انت يلا ما لو كان كنت مبتدئه كما راكي تشوفي ولا كما حسيتي، او احتقرك في حد ذاته، ما كانش استضافك في برنامج كبير على المباشر بقناه عربيه؟ والله شوفي، انت ادرى بهذا الشيء، انه تشتغلوا في الاعلام واعلاميات وتعرفوا انه مش ضروري تستضيفي شخص انه هذاك الشخص تحبيه، صح ولا لا؟ في اسبقيه اعلاميه، ممكن هذا الشخص عنده جمهور وراح نكسب نسبه مشاهده للبرنامج، نجيب الضيف، صح ولا لا؟ مش ضروري انه يكون يحبني ويموت عليا. لكن هو استضافك مع والله لو اعلم. شوفي، انا ما اقدرش ندخل في قلب اي واحد ونقول لا يحبني ولا يكرهني ولا احتقرني ولا ما احتقرنيش. ممكن هو دارها بطريقه مش عفويه، يعني ما كانش قاصد، ممكن لكن انا نقلت الحدث اللي كان. لم اشتم احدا ولم اسب احدا وما قلت من قيمه حتى شخص. راح نشوف التفاصيل. يعني الالفاظ كانت واضحه وكل شيء كان واضح، ما سبيت، ما قلت هذاك ما يسواش ولا قلت هذيك ماشي مليحه ولا كيما كان قلتها، وهذا ما كان. راح نحكيو عليها بالتفصيل بعد ما نشوفوا راي جمهورك واسئله جمهورك. بعدها نرجعوا لكم مشاهدينا. شوفي كنزة، لأنه جمهورك كبير معروف ومحبوب، جيشك الكنزاوي اللي عرفناه من خلال احنا نشوفوا كما سبق وذكرتوا تم ستار اكاديمي، لخصناه في شخصيه واحده، في فنان شاب بدا في الساحه الفنيه نظن، وحب يحكي معاك وحب يوجه لك تحيه. كنت شفتيه معنا، الشاب اللي كان معنا في الاول عاتبك من باب العتاب، قال لك وعلاش درتي وعلاش حكيتي. انت كيفاش تردي عليه كوحده من بنت بلاده ومن جيله؟ والله انا مش نرد عليه، انا نوضح له فقط هو وكثير من الناس اللي ممكن فهموا غلط او ممكن لا غالب، يعني كل واحد
واحد ثقافته، كل واحد يعني نظرته، حجم، لا فهمته. حجم كما تفكيره. يقولوا تفكيره، فهمتي؟ كاين اللي ما يقدرش، ما عندوش لا غالب، هذاك هو حدوده، ما يقدرش يوصل ممكن للفكره بالضبط اللي انت حبيتي توضحيها. انا نقول لهم لهذا الناس اللي راهي تشكك في وطنيتي، علاش ما شككتوش في وطنيتي كي كنت في ستار اكاديمي؟ علاش ما شككتوش في وطنيتي كانت كنزه تغني جزائري؟ علاش ما شككتوش في وطنيتي كانت كنزه تعلم صحابها اللهجه الجزائريه، كي كانت تغني نشيد الوطني في ستار اكاديمي، كانت تحتفل بالمناسبات الوطنيه في ستار اكاديمي، واللي اصرت انها تغني جزائري في اول نوفمبر. علاش ما شككتوش في وطنيتي هنا؟ ولا انتوما من النوع اللي انا نخاطب في الناس اللي طبعا اللي عارضت وكبرت الحاله؟ ما لا مش انتقدني، انا اقبل الانتقاد، انتقدني لكن في الصح، انتقدني في الصح، في الحاجه كي تكون باينه، ماشي انا نطلع نهدر نقول انا مش راضيه على بعض الاغاني او بعض يعني الوضع الفني الحالي في الجزائر. انا هدرت الواقع، يعني إلا هو راهو عجباته هاد الاغاني وراهو عجبو الواي واي وعجبو الجلدوش والشامبوان وكامل الكوسميتيك اللي راهو صاري، يقول لي انا ما حذفتش وما ما محيتش ثقافة الجزائر وغنى الجزائر والغنى اللي عندها الجزائر في ثقافتها وفي غنائها وفي كلش. انا عمري ما حذفت وعمري ما قلت بلادي ماشي مليحة، انا حددت بيان بريسيزي كما يقولوا، ماشي عممت وقلت انا بلادي ماشي مليحة، بالعكس انا دائما نحرص انه نوري صورة بلادي في احسن صورة وننشر ثقافتها ونقول لهم. انا كانت حاجة مضايقتني انه الناس برا حاسبين انه الفن في الجزائر هو الراي، قلت لهم لا كاين انواع، كاين اندلسي وكاين العاصمي وكاين المالوف وطنية الكنزة، وقلتيها في الاندلسي وفي الشعبي وحتى في الاغنيه الرايويه، باعتبار انها صارت اغنيه عالميه مش فقط محليه، لكن يمكن هم اخذوها من باب انك حكيتي عليها في بلاد اخر غير بلادنا في بيروت. ممكن، لكن وراه المانع؟ احنا ماشي وسمنا الجمهوريه الجزائريه ديمقراطيه شعبيه، ركزي لي مليح على كلمه ديمقراطيه. احنا بلد ديمقراطي، من المفروض كل واحد يقول رايه. بصراحه انا نقول رايي، انت تعطيني رايك، تحترم رايي وانا نحترم رايك، لكن في اطار الاحترام، في اطار التربيه والاخلاق، عدم تجاوز هذا الحد. لانه انا لم اسمح ولن اسمح لاي شخص انه يشكك في وطنيتي او انه ينتقدني بطريقه مخله للاخلاق. هذه لن اسمح لاي مخلوق مهما كان جزائري ولا غير جزائري، ما نسمحلوش، لانه هذه بلادي. وانا مشاركتي في ستار اكاديمي مش لنفسي فقط، انا شاركت في ستار اكاديمي يكون عيني شارك في الحان وشباب وخلاص الناس تعرفني، ومنها نخرج سينجل ونخرج البوم ونقدر نتعرف برا. صح ممكن ناخذ وقت، مش كيما ستار اكاديمي الوقت يكون اسرع، يعني تكتسبي شهره في وقت سريع، لكن نبني حجره. وعلاش نشقي روحي هنايا لبلاد الناس ونحاول ونروح ونمثل بلادي ونوري ثقافه بلادي ونوري لبس بلادي ونوري هضره بلادي؟ علاش عليا انا؟ هذا الشيء ما درتوش لنفسي فقط، انا درتو لبلادي وليا بالدرجه الثانيه، باعتبار انك تحبي بلادك وباش ما نروحوش لبلاد الغير ونخليو روحنا في بلادنا. وقتاش نشوفوك في اغنيه جزائريه امضائك كنزة مرسي؟ ايه هذا ثاني موضوع حابه نوضحه، لانه انا كنت سبقت وقلت لهم انه سجلت سينجل جزائري او بالاحرى 2، لكن حابه نوضح لهم فقط انه مش اي حاجه نسجلها او اي اغنيه نسجلها معناتها لازم نخرجها في الحين. تعرفي هذا الفن ما في مشي كما يقولوا روحوا خلاص، لازم دراسه ولازم كذا. وخصوصا انه هذه الاغنيه بالذات اللي انا سجلتهم كان تسجيل اولي فقط، ما كانش الاغنيه يعني ما حصلتش عليها، ما امتلكتهاش الاغنيه. اغنيه طابع تاعها رايوي عاصمي قبائلي. شوفي كاينه اغنيه اللي ما كتبش المكتوب وما اديتهاش، سجلتها سجل. تعرفوا انه فنانين بزاف يسجلوا اغاني لكن في الاخير ممكن يديها وممكن لا. هذه الاغنيه الثانيه اللي سجلتها ما اديتهاش، اللي كنت حابه نخرجها في هذا الموسم تاع الصيف، ما كتبش المكتوب، ما تفاهمتش انا مول الاغنيه، واخذ الاغنيه وسجلها بصوت ممكن فنانه اخرى او فنان اخر. لكن الاغنيه الثانيه ما زالت عندي، لكن الاغنيه الثانيه مش وقتها، هذا مش تاع صيف، واصلا انا مش حابه لاني يعني صايره شويه منتشره في العالم العربي. حابه الاغنيه الجزائريه تكون
اغنيه يعني ثقيلة. لا مش بس ثقيله، تكون ضربه، تكون اغنيه ضربه هيت، ما نديرش اي حاجه وخلاص. لازم هنا لازم تخمي مليح باش توصلي تاني اللهجه، باش توصلي الاغنيه، باش توصلي الايقاع. لازم الواحد يحسن الاختيار مليح قبل ما قبل، لانه مسؤوليه بصراحه، مسؤوليه انه نغني جزائري لانه راح تسمع برا عالميا. فهذا الشيء لازم يكون. انتشارك كان عربي اكثر منه جزائري برايك؟ لا بالعكس، انتشار جزائري اكثر منه عربي، يعني ما اقدرش يعني ما اقدرش ندير احصائيات، لكن انا الحمد لله اكبر قاعده جماهيريه عندي في بلادي. مش من ناحيه الجمهور، واضح انه جمهورك كنزاوي 100%، مصري شرقي لا منوع جزائري، منوع كافه البلدان العربيه، وفي حتى من أنا من ناحية من اوروبا، الفنية. في حتى تركيا، في حتى تركيا الله يبارك، في حتى كانت كوريا قبل، لانه كان في واحد كوري جانا للستار اكاديمي واكتسبنا شويه انا نحكي من فانزات. الناحيه الفنيه، انتشارك عربي اكثر ما هو جزائري من الناحيه الفنيه، من ناحيه اهتمامهم بصوتك بشكلك انت كنجمه، ممكن تكوني محصوره والله في انا جزائري. نفتخر بلقب فنانه عربيه، لكن طبعا مع الحفاظ على هويتي انا اكيد جزائريه. فاش يشوفك تشوفي روحك انت ككنزه مرسلي بعد ستار اكاديمي انه مشوارك راح يكون اوسع في العالم العربي؟ والله هذا الشيء يسعدني، ونتمنى انه طبعا انه شوفي مستحيل تقدري تقيسي جماهيريتك من برنامج، انه هذا البرنامج مهما كان جمهوره اللي يتابعه، اللي يتابع البرنامج يعرفك، اللي ما يتابعش البرنامج ما يعرفش. في ناس ما تعرفنيش، اكيد في ناس بزاف ما يعرفونيش، فالان راني نسعى باش نعرف الناس الاخرين، يعني باش توسيع قاعده الجماهيريه تاعك، ما تبقاش محصوره برك في الناس اللي تابعه ستار اكاديمي. وفي ناس يعني جمهور برنامج، يعني اليوم راهو في هذا البرنامج مع كل عمل جاي يبدا برنامج يروح مع واحد اخر. انا نحوس يعني نطمح الجمهور حقيقي، طبعا الجمهور اللي معايا نفتخر به ونحبه ومفتخره بحبه ليا، لكن في بعض الناس قله اللي هما جمهور برنامج فقط، يزول مع زوال الموسم اللي فات يبدا موسم. لكن في ناس اوفياء ومنهم كثير، لكن انا الان نبحث على نفسي كفنانه مش هاوية كنت في برنامج عربي. على سيرة الفن نقول لك باللي كنت انت من متخرجي جامعة الإعلام والاتصال، كنت معك في لا ميم كلاس، واتاحت الفرصة لك أنه التلفزة الجزائرية تفتح لك أبوابها، لكنك فضلت تدخلي عالم الفن. اسكو يوما ما تكون كنزة مرسلي صحفية؟ صحفية كلمة شوية كبيرة. منشطة؟ إعلامية. لا منشطة بزاف مع فنان. منشطة، مذيعة. ممكن والله ممكن، يعني أنا عندي يعني الحب أو الرغبة إني نخوض هذا المجال، انه تعرفي انه تقولي علاش قريت، انا قريت منا وبالك قريت حبيتي هذه المهنه باش تمتهنيها في الاخر، انه الدنيا ما كاتب المكتوب انا خذني للفن والغناء. فنتمنى ان شاء الله انه في ناس كثير يعني تلقايهم مش دارسين اعلام، تلقايهم ممثلين، تلقايهم مغنيين وجربوا في هذا المجال، وكاين بزاف منهم اللي نجحوا. في الاول والاخير هذه موهبه يعني صحيح الدراسه تزيد لك، لكن هي موهبه ومع الممارسه. وعندك موهبه التمثيل الله يبارك شفناها في ستار اكاديمي، اكتشفتها يعني. ما خممتيش تدخلي لعالم السينما كما سبق وذكرت عالم الصحافه؟ بتدخل علاش لا عالم السينما؟ والله انا شوفي انا طموحي واسع، ما نحبش نحصر روحي فقط في مجال واحد، ما دام عندي امكانيه اني نجرب مجال اخر، مثل التمثيل مثلا. انا لو عرض علي مثلا دور او عمل جيد واللي ممكن يساهم او يضيف لي في مسيرتي ان شاء الله القادمه، اكيد راح نخوض تجربه. ونفس الشيء بالنسبه للاعلام، يعني ما انا مش من النوع اللي نحصر روحي، يعني لا الاحتكار هذا وتحتكري روحك فقط في مجال واحد، هذا كان زمان. الان مع الانتشار وسائل الاعلام والسوشيال ميديا راحت هذا الان في فكره نجوميه اكثر منها انه الواحد اكيد واحد يحب الفن اللي راهو يقدمه، لكن الناس بمجرد انها تعرفك ممكن تتقبلك في اي مجال اخر ما دام عندك امكانيات فيه. وان شاء الله يعني انا في التمثيل بالنسبه لي بالنسبه لي التمثيل الحمد لله، يعني انا لما شفت نفسي تقبلت نفسي، لكن الاعلام مازال ما شفتش روحي فيه. ان شاء الله كما اليوم ان شاء الله. كنت قدمتي اول ديو ليك
قصة حب مع ساموزين. أول أغنية كانت أغنية سينجل لاقت جماهيرية كبيرة قبل ما تذاع وبعد ما أذيعت. ما شاء الله عليك، كنت كل القمر. الله يسلمك الله يسلمك. بعده خايفة من المستقبل، خايفة من الخطوة الثانية من ساموزين. صحيح. الخطوة راح تكون ترفعك ولا تنزلك؟ هذاك هو الصعيب. نقول لك على دركا في ناس كثير نلقى تعليقات ويلا ونزلي لنا جديد ومللنا وما عرفش شنو، لكن انا حابه برك نوصل لهم رساله انه انا لو مثلا ما بديتش بخطوه اولى بنفس الجوده ونفس النوعيه اللي بديت بها، ممكن كنت نزلت سينجل او كنت عملت كما اغلبيه الناس راهم يعملوا، راح يسجلوا اغنيه يهبطها. لكن انا حاليا راني نخمم اكثر انه تكون الخطوه الجايه بنفس مستوى الخطوه الاولى او احسن منها، انه نتراجع هذه شويه صعيبه، انه تولي للوراء واعره ان شاء الله في المستقبل. عفوا المستمعين، خلونا بك في نقطة ساموزين في المستقبل بعد الفنان السوري ساموزين راح تكون مع رأيك هكا مع فنان جزائري في نظرتك؟ ولا تفضلي لبناني يعني الخطوة القادمة؟ يعني الأغنية لا، الأغنية القادمة لحالي لنفسي مع نفسي مع نفسي مع نفسي وبعد ما نفسي مع روحي حتى يجي لا بعيد مش بعيد ما كانش أصلا فكرة ديو ثاني غير إلا كانت فرصة ما تتعوضش كما يقولوا. مع فنانة جزائرية أكيد ليش لا، يعني فنانة كبيرة وصوت رائع، يعني أنا عشق صوتها و يعني بنت بلادي ونتمنى نعمل ديو معاها ولا مع أي فنان من بلادي يشرفني، لكن فكرة الديو حاليا شوية مؤجلة مستبعدة. كنزة مرسلي، أنت من عشاق الفنانة الراحلة فنانتنا القديرة وردة الجزائرية، وسماوك بسفيرة وردة. وشنو هي الحاجة اللي كنزة تتمنى بتدخ تاخذها على وردة؟ شوفي كما سبق قلت لك قبل انه ما كاش واحد يخلف واحد، لانه في ناس كثير يقول لك انت خليفه ورده، نقول لهم اسمحوا لي انا لست خليفه احد، خصوصا ورده انه يجي وش يجي ما يخلفهاش، ومحال واحد يخلف واحد ولو كان يوصلوا الربع، هذه مستحيل. كل واحد وفي يعني كاين قامات اللي ما تقدريش تدني ليهم، ما تقدريش تكمل ما تتجرئيش اصلا انك تنطقي اسمهم مع اسمك. لكن بالنسبة للموضوع انه يحبوني في اغانيها، هذا الشيء انا اصلا نحبه لانه انا نحبها ونحب اغانيها، وكنت سفيرة اغانيها بصراحة لانه نحبها سامبلومون، واللي حببني فيها اكثر ماما لانه هي تعشقها، وانا حبيتها لانه هي تسمعني دائما اغانيها، ومستحيل واحد يعني يسمع مليح وردة ويتمعن في اغنية ويتمعن في صوتها ما يحبهاش. هذا أكيد. انا رايي يعني المتواضع، وهذا ما كان يعني كنت اتمنى انه تكون على قيد الحياه ونشوفها لكن ربي ما كتبش. ربي يرحمها ويرحم كامل موتانا ويخلوا فنانينا تاج فوق راسنا. كنزة مرسلي نورتينا شرفتينا، صندريلة الجزائر، وردة من ورودنا، من الورود الفنية ان شاء الله كل يوم كما قلتي وردة الله يرحمها، بعدها تكون كنزة وفي المقام العالي فنيا اعلاميا ولما لا من الجانب السينمائي. يا رب يا رب ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. نسمعوا منك صوت الختام مغنى. لكن قبل هذا منال توعدنا كنزة مرسلي انها تعاود ترجع لنا على قعدات الرياض. اكيد فرصه ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يا ربي. نختموا معاك. يلا. عيون القلب سهرانة ما بتنامشي، لنا صاحية ولا نايمة، ما بقدرش. عيون القلب سهرانة ما بتنامشي، لنا صاحية ولا نايمة، ما بقدرش.
باي.